السلام عليكم. سألت سؤال في المحاضرة النهاردة: ازاي اتعامل مع الشخص اللي مش مقدر قيمتي، او ازاي اتعاتب الشخص اللي بديله حاجات كويسة كتير ولكن هو ما بيدينيش نفس المقابل. وفي الحقيقة في 3 حاجات انت لازم تعملهم مع الناس اللي زي كده، ولكن قبل ما اقولك دول في حاجة مهمة لازم تخلي بالك منها. الحاجة دي ان مش كل الناس فاهمة يعني ايه عتاب. لما تيجي تعاتب بعض الناس بتعتقد من جواها ان انت مستني ان انت تغلطهم، فيبدأ يدور لك على اي حاجة علشان يقولك ان اللي انت بتعمله او اللي انا بعمله دلوقتي هو اللي رد فعل، واللي انت عملته هو الفعل، فانا اكيد مش غلطان. وبيفضل الصراع هنا ما بين مين غلطان ومش من غلطان، لدرجة ان هو بيعمل سياسة قلب الترابيزة علشان يلقي اللوم عليك. الناس مش فاهمة يعني ايه عتاب. العتاب يا جماعة ما هو الا ان انا بحاول الفت انتباهك لحاجة انت بتعملها بتزعلني، فما تعملهاش تاني علشان خاطر ما نخسرش بعض. في مكانة ليك في قلبي انا مش عايز انزلك، في مكانة او معزة ليك في قلبي انا مش عايز ان انا احركك من مكانها. لو الناس فهمت الموضوع بالشكل ده كل حاجة تقريبا هتتحل. بالعكس، ده في بعض الناس لما بتيجي تعاتب بيبقى في بعض الناس اللي بتعاتب بتبقى مبسوطة. ليه؟ لان هي فهمت وادركت من جواها ان انت بتعاتبني عشان انت بتحبني ومش عايزني انزل من نظرك، مش عايزني ابعد عنك. لو الناس فهمت ده الموضوع هيختلف. وعشان تعمل ده مع ناس كتير جدا وعشان تبدأ توصل لهم ان العتاب ده محبة هتاخد وقت منك كبير جدا ومجهود. ففي الحالة بتاعت ان انت حاولت تعاتب ناس كتير عشان توصل لهم ان مفيش المقابل اللي انا عايزه، ان انت بتحاول تصلح منه وهو مش عايز يتغير، تعمل ايه؟ 3 حاجات لازم تخلي بالك منهم. اول حاجة انك ما تعاتبوش. العتاب اعطوه لمن يستحق. العتاب يا جماعة وقت وجهد ومجهود وذهني وبدني وعقلي، كل حاجة تقريبا. فاعطوا الطاقة دي والمجهود ده للناس اللي تستحق حاجه زي كده. مش كل الناس تستحق العتاب. انت لو واحد ما تعرفوش وعمل معاك اي حاجه ممكن تزعلك مش هتاخد بالك اصلا. ليه؟ لانه ما يعرفكش. فالعتاب لمن يستحق. العتاب للشخص الغالي عندك. رقم 2: تعال على نفسك شوية وحاول ترتب الناس في قلبك. العلاقات بشكل عام بتبقى عاملة زي الشجرة اللي بنيجي نحطها في مكان ما وبنقعد نسقيها، فبترمي جذور تحت الأرض وبتفضل تتمدد كده لحد ما بتثبت وبتبقى جامدة. لما بنبقى عايزين نحركها من مكانها ونخلع الشجرة دي بنقعد نزق فيها شمال ويمين لحد ما بتبدأ توسع وتطلع بره الحتة دي. في نظير ده بنلاقي بقى فيه فجوة. نفس النظام بيحصل واحنا بنرتب العلاقات في قلبنا او بنحاول نغيرها. بقى في مساحة كبيرة جدا كده هو سابها، ده اللي عامل لك الوجع، الفراغ اللي هو سابه مكانه. ده بيخلي بعض الناس ان هي تبدأ تدور على علاقة تانية بديلة وممكن تستعجل فتختار ناس غلط. لو سمحت تأنى في حاجة زي كده. وكفاية ان انت اتصدمت في علاقتك بالناس، فده هيخليك تعرف تختار بشكل احسن، وتعرف ان انت تعرف تفكر ازاي اختار الشخص اللي قدامي وازاي ابني الثقة ما بيني وما بينه. الحاجة التالتة: حاول قدر الامكان ما توصلوش ان وجوده بيفرحك او غيابه بيزعلك. لو سمحت الناس اللي زي كده وريهم ان ده ما يفرقش معاك. وريهم ان غيابه من وجوده ما يزعلش، خلاص مش فارق معاك. في الحالة دي هيبدأ يفوق. لو هو خايف عليك ولو هو بيحبك هيبدأ يحس ان في تغيير، فايه ده، انا عايز ارجع تاني مكانتي، اعمل ايه؟ لو انت عرفت تعمل ده وتتقنه بشكل احترافي الموضوع هيفرق معاك. لو عجبك الفيديو ده اعمل بقى شير واعمل لايك واعمل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب. ولو انت عندك اي رسالة او عندك اي مشكلة على الفيسبوك ممكن تبعت لي اي رسالة وانا اللي برد بشكل شخصي، مفيش اي حد تاني. سلام.